عاجل اعتقال الدكتور ضياء العزاوي جريمة جديدة بحق إرادة الشعب العراقي. في خطوة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها العراق، فقد أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال أحد قادة ثورة بركان العراق السلمية، الدكتور ضياء العزاوي، وتم اعتقاله ظهر أمس أثناء خروجه من مقر عمله في جامعة القوت. الأمن الوطني العراقي اعتقل ابن القوت الأستاذ الجامعي دكتور ضياء خلال ساعات من ظهوره بفيديو يلقي بيانا للمطالبة بأن تكون العراق حرة وخالية من التدخلات الخارجية. اعتقلوه لأنه نطق بكلمة حق من أجل كل عراقي لحمايتهم من إيران وميليشياتها. ما ارتكبه الدكتور ضياء لم يكن سوى التعبير عن حقه وحق أبناء شعبه في العيش الكريم والكرامة الوطنية. وطالب عراقيون وبشدة الإفراج الفوري عن الدكتور ضياء العزاوي دون قيد أو شرط، وتحمل الحكومة في بغداد والسلطات الأمنية كامل المسؤولية عن أي أذى يلحق به. وقال عراقيون أن الدفاع عن الدكتور ضياء ليس مجرد دفاع عن شخص، بل هو دفاع عن حق كل عراقي حر، ويطالب بحياة تليق بكرامة الإنسان. التاريخ لن يرحم من يغزل شعبه ولن يغفر لمن يتأمر على حريته. الحرية للدكتور ضياء والكرامة للعراق وأبنائه الأحرار.